انا اكتشفت آلة الزمن. ايه ده؟ بجد؟ يعني هنبقى اعظم من اعظم حد في التاريخ. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ اه يبقى هنضرب في السباقات اللي انت عارف النتيجة بتاعتها ونختني. يا ابني اللي انا بقوله ده مش هيرجعك بالزمن، امال هتعمل ايه؟ هي بترجع بيك انت بالزمن. ايوه. يعني بتبقى عيل صغير تاني. طب وانا هستفاد ايه لما ارجع ارضع؟ غبي، عمرك ما هتفهم معنى الاكتشاف ده ايه. ده كتاب. اقراه وانت تفهم. عايز اعمل بيبي. هو ايه اللي على وزن قارة؟ خير بشارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجة غير المظاهر. عشان انا مش محرقوش وانا عجباني انا مش داعم وهاكلكوا في نوع غيري. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز اعمل بيبي. بابا مع كتبي على السفرة. تيبي. انت مش مرتبط اصلا. فيها مكان على الخريطة، وانا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية، أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد بيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم المختصر المفيد. النهارده هنتكلم عن روايه من ابسط واعقد الروايات اللي ممكن نسمع عنها. هنا هنلخص قصه الروايه، لكن باكد عليكم ان قرايه الروايه دي بالذات امتع بكتير من انك تسمع حكايتها. اتمنى ان الفيديو ده يشجعك تقراها لان هي تستحق ده بجد. صاحب الظل الطويل لجين ويبستر بتبدا يوم 4 اسوأ ايام الاسبوع على 97 يتيم. لازم كل حاجه في الميتم تلمع، من اول الارضيات لحد الايتام. جروشه اكبر الايتام اتطلبت عند مشرفة دار الأيتام، قالت لها إنها كبرت والمفروض إن هي تسيب الميتم، لكن بسبب تفوقها الدراسي وخصوصا في مادة الخطابة اللي الأستاذة كتبت فيها خطاب عن يوم الأربع الكريم وسخرت فيه من المؤسسة بتاعة الأيتام بتاعتها، بس وصي شافت جروشة بس ظله الطويل وهو خارج أعجب بروحها واعجب بكلماتها، علشان كده قرر يساعدها ان هي تدخل الكليه بفلوسه علشان تبقى كاتبه، في مقابل انها تقعد هنا وتكتب جواب ليه كل شهر تكتبي فيه عن حياتك وكانك بتبعتيها لواحد اسمه جون سميث. بنشوف رسائلها للسيد جون سميث. الرساله الاولى كانت بتحكي له فيه انها شايفه ان الاسم غريب وعام قوي، وبتطلب ان هي تبعت له رسائل باسم صاحب الظل الطويل، وان ده بس هو اللي شافته منه، وان هي تبدا تحكي له عن دراستها وتحكي له عن يومها. الرساله الثانيه بتحكي عن الفرق بين القعده في دار الايتام والكليه، وازاي لاول مره تقعد مع نفسها في اوضه لوحدها، وانها هتخش فريق السله، وانها هنا اسعد مما كانت في الميتم بكتير. الرساله الثالثه اتكلمت فيها عن دراستها، وان في حاجات كتير فايتاها الناس بتتكلم عنها بكل بساطه، فهي بتتحفظ في دماغها وتدور عليها في كل الكتب، وانها لاول مره بتشتري بفلوس، وازاي ان الموضوع ده جميل جدا. وبتحكي كمان عن دراستها. الرساله الرابعه غيرت فيه اسمها من جروشه لجودي، وانها لاول مره تمتلك جوانتيات بصوابع. في يوم تاني بتحكي له ان ازاي الميتم بيطلعهم نسخ متشابهه، وان اللعب والنكت حاجات غريبه بالنسبه لها ومش بتقدر تفهمها، وان ايام الثانوي كان معروف انها من الميتم وكانت بالنسبه للاخرين غريبه الاطوار. ولما سالوها في الجامعه عن عائلتها قالت لهم ان باباها ومامتها ميتين وفي راجل عجوز بيصرف عليها، وبتقول له ان مش عاجبها كلام القسيس عن الفقراء، وانها بتاكل ايس كريم مرتين في الاسبوع بدل العجينه اللي شبه الاكل اللي كانت بتاكلها في دار الايتام، وانها تقريبا بتبعت له جواب كل يومين ثلاثه بس بسبب فرحتها عن الحاجات اللي بتشوفها، وانها هتبتدي تقلل الجوابات عشان تلتزم بجواب واحد كل شهر زي ما اتفقوا. كتبت له انها فرحانه ان بقى عندها 6 فساتين، وده بدل الهدوم المربعه والهدوم اللي كانت بتجيلها تبرع ايام الميتم، وهي شايفه لما بتكتب له ده هو هيحس ان هي تافهه، بس فكره ان يكون عندها فساتين لاول مره من ذوقها دي اول مره تجربها. كتبت له تساله هو شكله عامل ازاي، هي عارفه ان المفروض ما تسالش، بس هي بتكتب له علشان خاطر نفسها تعرف هو شكله عامل ازاي. قررت ان هي تذاكر الصبح وبالليل تذاكر الحاجات الاجتماعيه اللي عدت عليها، اغاني وقصص اطفال وحياه اجتماعيه، كل الحاجات اللي اتحرمت منها كيتيمه في دار الايتام عشان تواكب اصحابها اللي في سنها. بتكتب له عن قرب اجازه عيد الميلاد وبتشكره على ال5 قطع ذهبيه اللي بعتها لها هديه، وانها اشترت مجموعه من الهدايا لنفسها وتخيلت ان الهدايا دي من عيلتها لان ملهاش حد غيره هو كعيله، وانها خرجت مع البنات بره الكليه واكلت وشربت، ودي كانت تجربه جديده بالنسبه لها. بعتت له في ليله راس السنه انها قربت من الامتحانات
وان زميلتها سالتها عن اسم عيله امها، وان هي ردت عليها بان هي قالت لها اول اسم خطر في بالها. كتبت له ان ليه عندها اخبار وحشه، سقطت في الرياضيات والنثر اللاتيني، بس هتاخد دروس وتخشهم تاني، وبتوعده ان هي مش هتسقط تاني، وانها بقت اذكى بالكتب اللي بتقراها. وكتبت له انها بقت محبطه ان هي بتبعت جوابات محدش بيرد عليها، وان ده بيضايقها، وان هي هتلتزم ان هي تكتب له جوابات عن حياتها الدراسيه بس، وانها خلاص نجحت في النثر اللاتيني والرياضه. لكنها بترجع في جواب تاني تعتذر له وتقول له ان هي كانت مريضه ونفسيتها وحشه. بتشكره في الرساله اللي بعدها على الورد اللي بعته علشان تعبها، وانها مبسوطه انه بيقرا رسائلها، وانها هتخلي رسائلها جميله علشان خاطره. كتبت له عن الحياه اليوميه، وان اصعب حاجه انك تواجه المتاعب اليوميه بابتسامه، ولما تقع تقوم وتضحك وتكمل، وانها عاوزه تكون كده علشان تواجه الحياه، وانها في اجازه الصيف هترجع في الميتم تشتغل هناك لحد الدراسه. بعدين بتشكره انه هيوديها بيت المزرعه عشان تقعد هناك. بتقول ان زميلتها كان عندها دروس مهمه وعمها جاي يزورها، وطلبت منها ان هي توري له الكليه وتقعد معاه لحد ما البنت تخلص دروس وتقابله. اول مره تكلم راجل، وكان انيق وظريف جدا. واخر اليوم لاحظت ان عندها غمازه ما شافتهاش قبل كده. بتشكره على بيت المزرعه ومتحمسه ان هي تستكشف المكان هناك وقد ايه هو جميل، ومبسوطه بحياه المزرعه ونشاطاتها، وهتبدا في كتابه روايه وتبعت له نشاطها في المزرعه لحد ما ترجع الكليه في سنه تانية، وبترجع لزمايلها في السكن، وانهم بيتناقشوا في حمله زميلتها الانتخابيه في الفصل، وحبت السياسه، وانها اخيرا حاسه ان ليها مكان في العالم، مش مجرد لقيطه من ميتم، وانها معزومه من زميلتها سالي اللي بقت رئيسها في الفصل عشان يقضوا اجازه عيد الميلاد مع عيلتها. اول مره هتزور عيله كامله. كتبت انها احتفلت معاهم وكانت مبسوطه بالجو العائلي والرقص، وبتساله هل هيكون متضايق لو طلعت وما بقتش كاتبه وبقت فتاه عاديه، وبتشكره على هديته ليها. بتحكي له في رسائلها انها بتفكر في اصولها، يا ترى هي من اصل امريكي ولا اوروبي ولا اسباني ولا غجري، بس اللي متاكده منه ان اصولها مش صينيه. كتبت له انها نجحت في كل المواد، وانها قرت كتير وشدها هاملت لشكسبير، ودي حلقه موجوده معانا الموسم ده، لو عايز تعرف عنها هتلاقي لينك الحلقه في الديسكريبشن. بس بتتخيل ان الملك والملكه ماتوا غرقانين، وان اوفيليا اتجوزت هاملت، وبتكتب له انها تخيلت نفسها اوفيليا وبتتجوز هاملت، وانها عملت ميتم من الدرجه الاولى ما فيهوش عذابات الميتم اللي هي كانت عايشه فيه، وانها هتخرج مع اصحابها بيت زميلتهم في نيويورك وهيباتوا في فندق ويتفرجوا على مسرحيه، وانها حاسه ان هي مش هتدخل الجنه بسبب الحاجات الحلوه اللي عايشاها دلوقتي، وكانها دلوقتي في الجنه. كتبت انها انبهرت بنيويورك، المحلات، الشوارع، الناس. انبسطت ان الواحد ممكن يشتري طاقيه بعد ما يخش يشوفها في المرايه ويشتريها بفلوسه. وشافت هاملت مسرحيه بتساله هو انا ممكن اطلع ممثله بدل ما اطلع كاتبه، واحجز لك مقصوره كل ليله. الحياه مبهره والاختيارات فيها كتير قوي. بيبعت لها فلوس زياده، وبتكتب له ان هي مش عايزه تاخد فلوس اكتر ما هي محتاجه، وان هي بتشكرها على الحريه والاستقلاليه اللي هو اداها لها. كتبت له عن يوم المسابقات، وانها كسبت في مسابقه وكانت فرحانه انهم بيهتفوا باسمها، وبتحكي له عن احلامها في بنى دار ايتام جميل. هو دار الايتام اللي هي كانت فيه مش وحش، بس ما كانش فيه حب، كان فيه واجب. قالت له ان هي معزومه الصيف الجاي على مخيم سالي. سالي دي زميلتها، وهيبقى فيه احتفالات وخروجات وسهر، وجيمي قريبها هيعلمها حاجات كتير قوي في المخيم، ركوب خيل وضرب نار وتجديف. وفي الرساله اللي بعدها بتساله ليه خلى امين السر اللي بيستلم منها الجوابات يقول لها ان هي ترفض الدعوه وتروح على بيت المزرعه، وانها زعلانه منه انه مش بيوافق، ومش فاهمه ليه هو مش موافق، وان هي كتبت 4 قصص قصيره. بعتت له ان هي مبسوطه ان في ضيف هيجي المزرعه اسمه السيد جيفري، لان اصابها الملل وحست ان هي رجعت الميتم تاني من روتينيه الحياه. ومن الجميل ان حد جديد يجي تتكلم معاه غير الموجودين في المزرعه. وخرجوا للتخييم، وعلمها الصيد وركوب الخيل والضرب بالبندقيه والتجديد. كتبت له انها افتكرت جمله قريتها: العالم زاخر بالاشياء، وانا مؤمن ان علينا اننا نكون سعداء زي الملوك. وانها فعلا حاسه ان هي سعيده بالحاجات اللي بتشوفها وبتعملها. كتبت قصص كتير وبتبعتها للمجلات، لكن بيبعتوا لها رفض مهذب. جيفري قرا قصه قصيره ليها وكتبها لها على الآلة الكاتبه، وقال لها ان هي كويسه، وبتقول له ان الجريده قبلت تنشرها وبقت رسميا كاتبه، وكمان خدت منحه المتفوقين السنتين الجايين في الجامعه، ورجعت للدراسه. وبتساله ليه هي لازم ترفض المنحه زي ما قال لها امين السر، وكتبت له ان هي قبلتها ومش هتعرف تغير ده، لانها متشكره ليه كفالتها، بس شايفاه دين في رقبتها، وان المنحه هتقلل حجم الدين اللي هي شايلاه ناحيته، وان بقى عندها شنطتين هدوم. واستأذنته ان هي تروح نيويورك راس السنه. ولما رجعت حكيت له قد ايه ان هي كانت مبسوطه. ولما رجعت قالت له انها مبسوطه انها من الميتم مش بيشدها الشكل المادي زي اللي شافته في عيله زميلتها والاصطناع والبهرجه، وانها بتحب جو الكليه عن جو الحفلات ده. مش المتعه الكبيره هي المهم،
مهمة، لكن صنع متع كتير صغيرة، وإنها قررت إن هي تكون اشتراكية. نجحت في الترم الأول. جيفري وواحد تاني بيكتبوا لها جوابات وهي بترد عليهم مع رسائلها ليه. بقى ليها معجبين في سن ال21، وكمان عايزينها تشترك في نادي التمثيل في الكلية. في أجازة الصيف دي قالت له إن هي هتروح تعلم بنت الإنجليزية واللاتينية، وده مقابل $50 في الشهر. بقت مبسوطة انها بتستقل وبتاخد قرارات، وبتشكره ان هو بيفكر ان هو يتكفل برحلة ليها لأوروبا، بس هي عايزة تشتغل وتمشي على القرارات اللي هي خدتها. كتبت له انها بتحضر له مفاجأة بكتابة اول رواية طويلة ليها، لكن صاحب دار النشر قال لها كلام وحش وحست بإحباط. بس لما صحيت لقت حبكة جديدة وقررت انها هتحاول 1000 مرة ومفيش حاجة هتحبطها. كتبت له عن أسرة محرومة ومشاكلهم مادية، وبتقول له لو يقدر يساعدهم ب$100، وشكرته في الرسالة اللي بعدها انه بعت فعلا الفلوس. فاضل أسابيع على التخرج، وبتطلب منه ان يجي علشان يمثل عيلتها في الحفلة. وبعد كده بتكتب له انها حزينة ان هو ما حضرش، وانها قالت له ان هي هتقعد في الحتة اللي قريب من المزرعة اللي كانت بتقعد فيها وقت الأجازة، لأن السكن هناك رخيص بعد التخرج، وانها قربت تخلص روايتها. وبتعترف له في رسالة ان عندها مشاعر ناحية السيد جيفري الأكبر منها ب14 سنة، لكن هي حاسة انهم متشابهين جدا، لكنها رفضت عرضه للجواز مش بسبب السن، لكن عشان هي يتيمة وهو من عيلة كبيرة. وما قالتش لجيفري ده، وبتسأله في الجواب تقول له ده ولا لأ. هي تعيسة وعارفة ان جيفري تعيس. بيبعت لها صاحب الظل الطويل ان هي تقابله في نيويورك عشان يتكلموا في ده، وبنكتشف من رسالتها الأخيرة ان جيفري هو صاحب الظل الطويل، وانها شاكرة جدا للوقت اللي قضوه سوا، وانه هيخف من مرضه وهتقابله وهيعيشوا حياة عظيمة سوا. بس كده. أبسط الحاجات اللي بتمر علينا في الحياة وما بناخدش بالنا منها كانت مصدر سعادة ليتيمة داقت طعم الشبع بعد الحرمان. نعمة شراء حاجة، المشي في المكان، التعلم. جين فوستر من خلال مجموعة رسائل بنت خلتنا نحس بطعم السعادة اللي احنا مفتقدينها، يمكن عشان متعودين عليها. لما خلصت قراية الرواية دي أنا فاكر وأنا بقفل غلاف الصفحة الأخيرة كانت عيني بتلمع زي الأطفال. بصيت حواليا على الحاجات الصغيرة اللي كنت متعود على وجودها، وهي أصلا نعمة في حياتي. طريقة كتابة مذهلة لمجموعة رسائل تخليك تحب الحياة، تشوفها بعين محروم فتحس بالرضا، وإن مفيش حاجة دايمة، لكن في حاجات كتير حوالينا تهمنا دايبة فينا. قصة تبان إنها من أدب الأطفال، بس مش عشان هي موجهة للأطفال، لأ، عشان اللي بيقراها هيحس ان هو بيتحول لطفل مع كل صفحة. عشان اللي بيقراها بيحس ان هو بيتحول لطفل مع كل صفحة، ويشوف ويستكشف العالم من تاني بروح نقلتها له الكاتبة من خلال الرواية. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكم خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.